السلام عليكم. في مباراة البرتغال الأخيرة تفاجأ المشاهدون للمباراة قيام رونالدو بالتلفظ بكلمة إسلامية قبل تنفيذه ضربات الجزاء، وهذا جعل الناس تعيد طرح سؤال: هل رونالدو اعتنق الإسلام؟ هناك مواقف سابقة لرونالدو تؤكد أنه قريبا من اعتناقه الإسلام، إن لم يكن قد اعتنقه سرا ويتحين الفرصة للإعلان عن ذلك. صورته سابقا وهو يرفع يديه ويدعو الله تعالى، ودعاء الله بهذه الطريقة لا يقوم به إلا المسلمون، أما أتباع بقية الأديان لا يدعون الله بهذه الطريقة. ثم كذلك سجوده في إحدى المباريات، والسجود بهذه الطريقة الإسلامية هو علامة قوية على ارتباط رونالدو بالإسلام، وبالتالي تلفظ رونالدو بكلمة اسم الله في مباراة البرتغال هو دليل آخر واضح على أن رونالدو معتنق للإسلام، لكنه لم يجد الفرصة بعد للإعلان عن ذلك.